قد نتهم بأننا نكثر الحديث عن الدار الآخرة، وقد نتهم بأننا إذا ما أكثرنا في الحديث في هذا الجانب أننا نجهل الواقع. ولكن من فتح كتاب الله جل وعلا لوجد القرآن كله يركز على الترغيب والترهيب، يذكر بالجنة ويذكر بالنار. بل إن أول ما نزل من القرآن أنزل الله جل وعلا آيات كريمة طيبة تذكر الناس بالجنة وتحذر الناس من النار، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن أول ما نزل من القرآن صور تذكر الجنة والنار، ولو قال الله جل وعلا لا تزنوا لا تشربوا الخمر لقالوا لن ندع الزنا ولن ندع الخمر أبدا. فالأمة الآن في هذه الأوقات لكل فاهم للواقع المر الأليم الذي تحياه هذه الأمة المتشرذمة كتشرذم الغنم في ليلة شاتية ممطرة، المتدبر لهذا الواقع يعلم يقينا أن الأمة الآن في أمس الحاجة إلى أن تعيد عقيدتها في اليوم الآخر، إلى أن تصحح اعتقادها في اليوم الآخر، وإلى أن تنظر إلى هذا اليوم نظرة واقع وعمل. فإن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان. إن الأمة الآن تعيش حالة من الماديات والشهوات طاغية، تحتاج إلى من يذكرها دوما بالله، وإلى من يذكرها دوما بجنة الله، وإلى من يذكرها دوما بالنار ويحذرها من النار. فلقد كان النبي يرتقي المنبر ويقول الناس: أنذرتكم النار أنذرتكم النار، حتى تسقط الخميصة أو الرداء من على ظهره. يقول أحد الصحابة: لو كان رجل بالسوق لسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي في الأمة ويقول: أنذرتكم النار أنذرتكم النار. طغت الماديات والشهوات بصورة شغلت كثيرا من الناس عن رب الأرض والسماوات وعن التفكر في هذا اليوم الذي سيقف فيه الإنسان بين يدي الله جل وعلا. ففي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أي العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ستعرض على الله جل وعلا. هل فكرت في هذا الموعد؟ هل أعددت لهذا اللقاء؟ أيها الحبيب، كيف يكون حالك إذا عدت الليلة إلى دارك فرأيت خطابا من قاض من قضاة الدنيا يأمرك فيه بالمثول بين يديه في الصباح الباكر؟ أتحداك أن تنام الليل، مع أنك ستقف أمام عبد فقير حقير. لقي الفضيل بن عياض رجلا فقال له الفضيل: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال الفضيل: إذن أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله، يوشك أن تصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: هل عرفت معناها؟ قال: نعم، عرفت أني لله عبد وأني إليه راجع. فقال الفضيل: يا أخي، إن من عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع عرف أنه موقوف بين يديه، ومن عرف أنه موقوف عرف أنه مسؤول، ومن عرف أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فبكى الرجل وقال: يا فضيل وما الحيلة؟ قال الفضيل: يسيرة. قال: ما هي يرحمك الله؟ قال: اتق الله فيما بقي من عمرك يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقي من عمرك. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟
فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا. إن كنت من أهل التوحيد السعداء، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم وأن يختم لنا ولكم بالتوحيد. أعطاك الله كتابك بيمينك، وقيل لك كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه. يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه ويقرره بذنوبه: لقد عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. فيقول المؤمن: رب أعرف رب أعرف. فيقول الله جل وعلا: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ويعطيه صحيفة حسناته. أما الآخرون عياذا بالله ينادى عليهم على رؤوس الأشهاد: ألا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. يدنى المؤمن من ربه ويكلمه الله جل وعلا، ينادى عليه وتعطى هذه الصحيفة التي لا تغادر بلية كتمتها ولا مخبأة أسررتها، بل كم من معصية قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها. فيا حسرة قلبك وقتها على ما فرطت في دنياك من طاعة مولاك. فتدبر هذه الآية: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ستعرضون على الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فيا أيها الحبيب، أكثر من ذكر هذا اليوم واستعد له بالعمل الصالح، بالقرب من الله جل وعلا، بالبعد عن المحرمات والمعاصي والذنوب. واعلم بأن أقرب غائب تنتظره هو الموت، ما يدريك قد تعرض على الله جل وعلا. فإن العبد إذا مات قامت قيامته، يسأل في هذا القبر الضيق عن ربه وعن نبيه وعن دينه. فيا أيها الحبيب الكريم، أذكر نفسي وإياك بالعمل والاستعداد الجاد لهذا اليوم العظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يوفقنا وإياكم للاستعداد الجاد لهذا اليوم العظيم، يوم نقوم لرب العالمين. وأسأل الله أن يختم لي ولكم بخاتمة التوحيد، وأن يحشرنا وإياكم في زمرة الموحدين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.